وتحرير الاقتصاد من الريع ومن التحكم الاقتصادي. ما كانش نزاهه لا مع الوطن ولا مع الدين ولا مع الدين. واؤكدها ان شاء الله حزب الاثار والمعاصره غيكون هو الاول في 2025. على ان حزب الاستقلال كان وسيظل دائما مع الشعب. حضور الوزراء احنا كاغلبيه نطالب بحضور الوزراء. انا اسف انه اليوم كاين نخبه اقتصاديه في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازيه وطنيه يربح واحد العام تبارك الله. اقول بصراحه نعتقد ان الوزراء يجب ان يحضروا في مناقشه الحق. كيف ما كتعرفوا اخوتي المغاربه باقي عام على الانتخابات وبدا انقلاب داخل الاحزاب اللي مشكله الحكومه، وراكم شفتوا من دابا بداو تيدابزوا وتيطحنوا بيناتهم على شكون اللي غادي ينجح في الانتخابات المقبله. far away from civilization this is the main hustle in Morocco. بغيت غير شي حاجه تخرج وتفرحني تقول لي يا فاطمه الزهراء هذا السبيطار ما توزع. الحكومه المغربيه ممكن تعطي المدينه 100 مليار باش يبنيو تيران للتصاور وما يعطيوهاش 5 ديال الملاير باش تصرف باش تصلح سبيطار ديال نفس المدينه باش يولي جديد تيشعل في حال التيران. كيف ما كتعرفوا هادشي ما عندوش اولويه عند الدوله ولا عند الدكاكين السياسيه. انا مشيت لعند الجامعه مشيت على 140 مليون سنتيم وجبت معايا مليار و800 مليون باش ايكيبي لنا جوج تيران. شوف اختي كتموت عبد الله حتى شي واحد ما دافع. فين هو الاكسجين فين؟ شوفوا عبد الله. كنهنيك السيد الوزير. دابا كتهنيه اخنوش علاش؟ على ديك 8 النساء اللي ماتوا في اكادير وخلاو اطفال يتامى. هاد المره ماتوا 8 ديال المواطنين المغاربه بشكل مباشر بسبب الاهمال. 8 الوفيات في ظرف شهر، حركت لا وزير، ما حركت لا مدير جهوي لا مدير اقليمي، ولكن الاحتجاج حرك هادشي كامل. وهنا السؤال المطروح، واش هاد الارواح كافيه وهاد الحدث كافي باش تصلح شي حاجه في هذا القطاع؟ بطبيعه الحال الجواب لا. هادشي كاع اللي كنشوفوه مؤخرا في قطاع الصحه مجرد تمثيل، والدليل اخوتي المغاربه غير العام اللي فات وقعت كارثه كبر من هذه، كانت وفاه 21 مواطن مغربي في بني ملال. هادو ما ماتوا في حرب ما تفرقات عليهم بوطه، ما ماتوا في كسيده، هادو ماتوا وسط السبيطار، دخلوا يتعالجوا ماتوا، والسبب قال لك سيدي الحراره، حيث ادت الحراره المفرطه الى وفاه 21 شخصا. الصهد والكليماتيزورات اللي ما كاينينش، المكيفات اللي ماشي شي حاجه كاينه تقريبا في جميع المؤسسات، وفي المقابل باغيين يديروا ملعب ديال الهوكي في الرباط اللي كيتطلب تبريد وتجميد خيالي بكلفه عاليه. قال لك هادشي بسيط وهادشي مقدور عليه، هادشي ما عندهمش هما شي حاجه. اما كليماتيزور في مستشفى عمومي المواطن المريض لا، كيجيهم غالي وكيجيهم داكشي صعيب، كيقول لك خليهم يطيبوا بالصهد. ثانيا هذاك السبيطار وكنتحدد شي سيرفيس فيه لا كليماتيزاسيون. كيفاش؟ ما كاينش لا كليماتيزاسيون. متاكد؟ طبعا متاكد. كان واحد المحسن جا في كيلكو سيرفيس شرا الفرفارات وحيدهم. ما كاينش فلوس. كاينش فلوس. بني ملال هاد السيمانه دايره مهرجان 300 مليون. اذا المشكل ماشي في الامكانيات، المشكل في الاراده والاولويات. ملعب ديال الهوكي على الجديد. بحال ديال الناس كيلعبوا الهوكي على الجديد في المغرب. تكلفه رسميه واقيلا 200 ولا 250 مليون ديال الدرهم، في حين ان عندك دواوير كيموتوا بالعطش. 200 مليون درهم. وهنا اخوتي المغاربه غادي ندوزوا للصراع اللي بادي ما بين الاحزاب اللي مشكله الحكومه، كيتدابزوا على شكون اللي غادي ياخذ الكعكه ديال حكومه 2026 اللي كيسميوها هما بحكومه المونديال. هذه الحرب اخوتي المغاربه اللي غتسبب في عده كوارث واللي غادي يخلصوا الثمن ديالها بطبيعه الحال المغاربه. كيف ما كتعرفوا هما راهم كلهم بحال راهم تعلموا من عزيز اخنوش خدمه المصالح الضيقه. رحنا سمعنا الوزير بن سعيد اتهموه داخل قبه البرلمان باللي تيعين المقربين منه بزاف داخل الوزاره. بارك السيد من الوزير من المحسوب توسيع الدعم والتعيينات الحزبيه والعائليه قريبه جدا. شكرا. ما غاديش نجاوب على الاخبار الزائفه. وهنا لاحظوا هذا تقليد العزيز اخنوش، باغي حتى هو يبني الامبراطوريه ديالو الصغيره. هادشي على حساب التصريح ديال النواب البرلمانيين، زائد تعلم من عزيز اخنوش حتى اللغه، غير هو تيجاوب بالعربيه. ما غاديش نجاوب على الاخبار الزائفه. فيك نيوز. قال لك سيدي هو ما غاديش يجاوب على الاخبار الزائفه، ما قال لا وهادشي هو اللي تيتسمى المراوغه. كنتي تجاوب السي الوزير باللي لا ما عينتش مقربين ديالي داخل الوزاره، وهادشي كله راه غير كذوب، ولا انت خايف يجبدوا لك داكشي بالاسماء؟ هذاك الشيء علاش بقيتي مخبع في الضباب؟ ما جاوبتي لا لا بالله. خصو يعطينا الجواب ديالو عليهم، ماشي نقول لنا فيك نيوز. كاين جوج حوايج ديال شركات انتاج مقربه عائليه نصير وزير تجاوبنا عليها ويتكلم لنا على التعيينات. زائد شفنا وهبي في البرلمان تيقول باللي راه خاص الوزراء يحضروا، وهذا الشيء كيوقع لاول مره في تاريخ هذه الحكومه. كنشوفوا وهبي تينتقد وزراء حكومته. انا سيد الرئيس اقولها بصراحه، انا اعتقد ان الوزراء يجب ان يحضروا في مناقشه طرح القوانين. وحينما طلب من هذا الموضوع، الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ وحينما طلب هذا الموضوع قلت بصريح العباره يحضرون
وحزب الاصاله والمعاصره داخل البرلمان بدا ينتقد في الحكومه. حنا كنقولوا كاغلبيه على ان اي سؤال عنده تجيب عليه الحكومه ما خصش تجاوب عليه. حضور الوزراء حنا كاغلبيه نطالب بحضور الوزراء دائما في هذه القاعه احتراما لمبدا التعاون. كيبغيو يبينوا لنا زعما راه الاصاله والمعاصره راه ماشي هما اللي فيهم المشكل، زعما حنا الا نجحنا في الانتخابات ديال 2026 غادي نحضروا وغادي نجاوبوا على الاسئله ديالكم وما غاديش نديروا بحال الوزراء ديال حزب عزيز اخنوش. كلمات على حكومه المونديال واؤكدها ان شاء الله حزب الاصاله والمعاصره غيكون هو الاول 2026. ايها خوتي المغاربه، هذا حزب الاصاله والمعاصره هو نفس الحزب اللي عاقب المهاجري حتى انتقد الحكومه سابقا. فيما يخص قضيه المهاجر المهزوم عبر على واحد الموقف، هذا الموقف يختلف. الواحد سنه البرنامج ديال سوريا، ولكن المهاجري قال لك اسيدي انتقدها بكري، كان خاصو يتسنى حتى يبقى غير عام على الانتخابات عادي يدخل معاهم في هذه الحرب. وحتى حزب الاستقلال واللي كان مفعل وضع السيلونس كان ساكت ضارب الطم باش المغاربه ما يغضبوش عليه. مؤخرا خرج نزار بركه وزير الماء واللي هو رئيس حزب الاستقلال اللي المغاربه ما تعرفوش شنو الدور ديالو في هذه الحكومه، خرج مؤخرا تينتقد حكومه عزيز اخنوش وكينتقد ارتفاع الاسعار والوضعيه اللي وصل لها المواطن المغربي البسيط. لأن حزب الاستقلال كان وسيظل دائما مع الشعب وسيعمل من أجل الشعب ومن أجل تحسين ظروفه وتطويره وتوفير له إمكانيات الرقي الاجتماعي. كيقول للمغاربه زعما حنا إلا نجحنا غادي نكونوا أحسن من هذه الحكومة اللي رحنا فيها اليوم. وراكم كتشوفوا أخوتي المغاربه هذه المرحلة الخطيرة اللي وصلنا لها في هذه البلاد السعيدة. والغريب السي عبد السلام الذي ما بعده غرابة في 2025 بعد قرابة 70 عام من الاستقلال نجيو السي عبد السلام دابا وبعد كل هذه الحكومات اللي دوزنا اليسارية واليمينية والليبرالية والإسلامية نلقاو مغاربة وبالمئات. شوف مطلب، انا نختار لك جوج مطالب اللي صدموني انا مره. تصور مطلب ماشي انسان باغي يعيش مزيان، انسان باغي يتفطح الجوده ديال شي حاجه، لا هو باغي يعيش على حق في الحياه. يعني كنقولوا الماء اساس الحياه. تصور انا تصدمت ربط الدوابير من جمله المطالب، ربط الدوابير بشبكه الماء الصحي. تصور بنادم ما عندوش ربط. تصور مطلب اخر غنزيد لك خطورته، هذا بعدا جاني غريب، المطالب بتوفير طبيب قارب المركز الصحي المحلي. بنادم ما عندوش طبيب، تصور اللي ما عندكش طبيب وما عندكش الماء. واش هذه مطالب السي عبد السلام في 2025؟ ومن بعد جميع هذه الفضائح اللي ولات معروفه شفنا اوجار خرج في التلفزيون في اطار الحرب اللي واقعه ما بين الاحزاب اللي بدات من دابا على قبل الانتخابات الجايه ولا شي تيلصقها في شي. اوجار اللي من حزب عزيز اخنوش حتى هو قال لك اسيدي كينتقد ارتفاع الاسعار. هذا هو الضحك على الدقون. الناس اللي استفدوا من الدعم ما كانوش نزهه لا مع الوطن ولا مع الدين ولا مع بلادهم. أنا آسف أنه اليوم كاين نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية، يربح واحد العام تبارك الله، ولكن ياخذ 500 درهم على كل رأس قطع جابو ولا ينعكس ذلك على هاد المسودين. واحد منهم مشى لشهر 6 لاستراليا كيتفاوض على الاستيراد، بمعنى هو كان عارف قانون ماليش يجي فيه. أكثر من ذلك ما يمكنش الحال هذا. طبعا لا بد الباترون أن تنخرط في هذا الشيء. مرة ماشي مع كل دجاج يطلع بهذا الثمن، أنه كاين لغنا، وأن ماشي مع كل لحم يدير 120 درهم. ثم أنه يدير دفتر تحمل ديال استيراد هاد اللحوم. دفتر تحمل الاستيراد كيتوجه فيه جوج شروط، الشرط الأول هو أنك خصك عندك نزاره كبيرة، والشرط الثاني خصك يكون عندك تبريد. هادو كاينين فرع ديال المؤسسات منهم جوج ديال الأحرار. ماشي مع كل نهائي، وبالتالي لا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي. هادو بالعربية تعرب اخوتي المغاربه راهم تيقولوا لنا باللي نتوما راكم مكلخين ما تتفهموش ولا راه عندكم ذاكره السمك. اللي خصك تعرفها السي اوجار راه الحزب ديالك واللي الرئيس ديالو عزيز اخنوش صاحب اكبر شركه ديال المحروقات في المغرب، هو اللي تيخوي جيوب المغاربه عن طريق الرفع في اسعار المحروقات. هاد المحروقات اللي طلعت واللي طلعت معها الاثمنه ديال جميع المواد الغذائيه. واللي قال هاد الهضره راه هو مجلس المنافسه، مؤسسه تابعه للدوله، واللي قال 4 ديال المرات في 4 ديال التقارير بان الرئيس ديالك كينهب جيوب المغاربه، وخا هكاك باقي مستمر النهب. وحتى هاد الهضره قالها نفس المجلس اللي هو مجلس المنافسه. هاد قانون الاطار هذا في بعض الامور دمجناها فيه بان الشركات اللي هي شبه ابتكاريه كحال المحروقات ستدفع عندها ضريبه خاصه. ما عندهاش قالها القانون الاطار وقالها مجلس المنافسه الذي ادان شركه المحروقات 4 مرات، ماشي مره واحده، 4 مرات مجلس المنافسه يدينوا 4 مرات ديال التقارير كلها فيها الادانه. ربحتوا على الاقل 50 مليار ديال الدرهم ارباح غير شرعيه، ارباح خرجات من جيوب المغاربه. وفي عز الجفاف اليوم في بلاصه ما تكون عندنا فلاحه طورناها تكون مقاومه للجفاف، ها حنا غادي نصدروا 90,000 طن ديال لافوكا واللي كتقام ب 120 مليون لتر ديال الماء. ها هي اخوتي المغاربه 120 مليون لتر ديال الماء. ما بانت لكم هاد لافوكا ديال هي اللي فيها البركه، خليوها. اضحك محمد اضحك وبلا ما نهضروا على الغرب اللي في بلاصه ما يزرع داكشي اللي تياكلوه المغاربه بدا تيزرع الفواكه الحمراء اللي كتنشف الفرشه المائيه. هذه السي اوجار هي الخدمه ديال صاحبك عزيز اخنوش والمخطط الاسود ديالو اللي كيفكر غير في الربح بعقليه البياع والشراي وماشي تحقيق الامن المائي والغذائي بعقليه رجل دوله. وللاسف اخوتي المغاربه هذه الحكومه ديال عزيز اخنوش غاديه تحول هذه الفرصه ديال كاس العالم الكارثه. تيرانات كتبنى بسرعه البرق
البرق. هنا غادي يلعب فلان، وهنا غادي يسكن فلان، وهنا غادي يتريني فلان، وهنا مازال عايشين سكان الحوز من بعد عامين على الزلزال. ومنظمات وجمعيات كتسائل فين مشات فلوس الزلزال، فين مشات فلوس التامين، وفين مشات فلوس المساعدات. والخلاصه خوتي المغاربه اللي خرجنا بها من هذا كاس العالم هو عندنا ازمه اولويات في هذه البلاد السعيده. التيران قبل من السبيطار، والتصاور قبل الانسان. كيبنيو تيران خيالي، ولكن الى مرض لك امريكاني واش غادي تدخلوا لهذا السبيطار مثلا باش يتصدم نفسيا ويتسطى من بعد؟ وفضل هذه الكوارث اللي واقعه في هذه البلاد الاحزاب ما مسوقاش نهائيا، كيدابزوا على خدمه المصالح الشخصيه ديالهم والعائليه والفئويه وبناء شبكات العلاقات من خلال توظيف الاصدقاء والعائلات على راس الوزارات. راكم كتدمروا في هذه البلاد وغاديين بها للهويه، راكم زدتوا فيه بهذه الفضائح ديالكم. قريب تريبوا هذه البلاد، وها مندوبيه التخطيط فرشات كلشي، ولا حتى هي كتكذب واخا بدلتوا الرئيس ديالها. قولوا بالموسى حتى هو راه تيكذب، راه كان معاكم داخل الحكومه، ملي كان داخل الحكومه كان زوين، وملي ما بقاش معاكم في الحكومه ولا خايب. البطاله ارتفع 21%. ماذا يحدث في المغرب؟ شركات تعلن إفلاسها وأسر تتدهور معيشتها. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 80% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 الشهر السابقة، كما أنه لم تتمكن سوى 3% من الأسر من ادخار جزء من مداخلها خلال ذات الفترة.